السلام عليكم متابعي قناة فن ومشاهير، مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل ما هو جديد بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. حقيقة زواج الفنان تامر حسني سرا وزوجته بسمة بوسيل تعلق، وهكذا وصفت أسيل عمران. رفضت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل الاستماع إلى تحذيرات متابعيها بضرورة توخي الحذر من تطور علاقة زوجها الفنان تامر حسني والفنانة الخليجية أسيل عمران بعد انتشار شائعات عن زواجهما سرا. وأكدت بسمة أن أسيل صارت صديقتها المقربة ولا يجمعها بتامر إلا علاقة عمل. تجاهلت بسمة الشائعات التي ترددت مؤخرا حول زواج تامر حسني من أسيل سرا، واعتبرتها كذبة إبريل، ولكنها تلقت نصيحة من متابعة تحدثت بثقة عن ضرورة توخي الحذر من أسيل قائلة: نصيحة احترسي من أسيل وأنا عارفة بقول إيه. وعلى الفور ردت بسمة بوسيل: حبيبتي حرام تحكمي على حد وانتي ما تعرفوهوش، أسيل بنت متربية قوي ومحترمة، وهي وتامر أصحاب، وبقيت صاحبتي أنا كمان لما تعرفنا، واحنا أصلا بنفهم قوي في الناس. تامر عمره ما بيشتغل ولا بيقرب لبيته ناس وحشة، فعشان كده ما يصحش حتى تفكري لثانية في حاجة زي كده. يذكر أن أسيل عمران حققت نجاحا كبيرا بعد مشاركتها في تصوير أحدث كليب لتامر حسني بعنوان نسيني ليه، وقدما معا لقطات رومانسية مؤثرة. وأعلن تامر لاحقا اختياره لأسيل لتشاركه بطولة فيلم جديد. وأكدت عمران أن حسني اشترط عليها الإقامة في القاهرة لمدة شهر على الأقل حتى تتقن اللهجة العامية المصرية قبل تصوير الفيلم. شكرا لكم على المشاهدة.